مهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. ويوم الوفاء اليوم من خلال تنظيم هذه البطولة التنشيطية لأسرة السباحة، وأطلق عليها بطولة الكابتن سيد صادق، وبالتأكيد حدث مهم جدا داخل أسرة السباحة وداخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. طبعا يعني انا زي يعني بقول يعني الله يرحم الكابتن سيد صادق. سيد صادق غير ان هو راجل رمز من رموز السباحه في النادي الاهلي والعاب الماء. سيد صادق بطل من ابطال القوات المسلحه، راجل بطل القوات الصاعقه، راجل رمز في سباحه النادي الاهلي وفي العاب ماء النادي الاهلي، وكان مسؤول وكان اداري وكان لاعب. والحقيقه تاريخه مليء بالسجل او سجله وتاريخه مليء بالانجازات. احنا النهارده بنحتفل بحياه سيد صادق وبنخلد ذكراه ببطوله. ان شاء الله ان شاء الله. وانا كنت بتكلم دلوقتي مع كابتن وائل عزت ان احنا نحاول نخلي البطوله دي بطوله دوليه باسم سيد صادق، مستقبليه، ان احنا نحولها من بطوله محليه عندنا الى بطوله دوليه، لانه سيد صادق يستحق هذا التكريم. وبغض النظر عن كل اللي انا قلته عن سيد صادق، سيد صادق صديق لكل الناس واب واخ اكبر لكل الناس اللي اشتغلوا في السباحه في النادي الاهلي. عندما اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي هذا القرار بإقامة دورة تنشيطية باسم الكابتن سيد صادق لأسرة السباحة وكرة الماء، كان إيه الأفكار اللي مجلس الإدارة وصلها لأسرة السباحة واللجنة المنظمة لتنظيم هذه البطولة في ظل إن كل المشاركين فيها من أبناء النادي الأهلي؟ لا طبعا يعني هو الموضوع بيطرح من السباحه وبيبحث في مجلس الاداره، ومجلس الاداره بيتخذ القرار اللي بيراه مناسب لتكريم الراحل سيد صادق. سيد صادق عزيز عليا انا على المستوى الشخصي بغض النظر عن، وعزيز على الناس دي كلها، مش عليا انا بس. الحقيقه سيد صادق من الناس اللي بتترك بصمه في كل اللي عارفهم. هنحاول نعمل حاجه تليق بسيد صادق وتليق بتاريخه في النادي الاهلي. وكنا بنتكلم برضو دلوقتي ان شاء الله نحاول نعمل تكريم لكل رموز النادي الاهلي اللي خدموا النادي الاهلي، سواء في جميع الالعاب طبعا، وسواء يعني بنقول احنا مش لازم نستنى لما يتوفى حد من ابطالنا، احنا ممكن نكرم الحاليين القدامى من الناس اللي عملت شغل النادي الاهلي وعملت انجازات ورفعت اسم النادي الاهلي. السؤال الأخير، إيه اللي حضرتك لمسته عندما تواجدت اليوم مع أسرة السباحة، خاصة مع البراعم الصغيرين الأطفال اللي بيبدأوا مراحل إن شاء الله خلال سنوات يكونوا أبطال أولمبيين من خلال النادي الأهلي، وأيضا مع مدربين السباحة؟ لا الحقيقه انا دايما فخور بالسباحه في النادي الاهلي، والسباحه في النادي الاهلي اسره مترابطه جدا. فخور باللي شفناه النهارده في الووتر باليه، فخور بالووتر بولو، فخور بالسباحه نفسها. دايما الواحد لما بيبقى في وسط اسره السباحه بيشعر بالسعاده والفخر، لان هم دول الامل والبراعم اللي بتدي الامل دايما للنادي الاهلي ان القادم افضل والمستقبل افضل بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. أهم كلمة وجهتها للبراعم وأنت بتسلمهم ميداليات، ودول المستقبل إن شاء الله للنادي الأهلي في القادم؟ الميداليات الذهب، احنا لا نقبل، النادي الاهلي لا يقبل الا بالميداليات الذهب، وهم الولاد منه عندنا من وهم صغيرين بيبقوا عارفين ان هم مطالبين بالميداليات الذهب والمركز الاول.